سوف نبقى لسنوات وسنوات إذا أردنا أن نصل لنصف ما وصل إليه المنتخب المغربي. قد السماء على الأرض. Merci beaucoup. Grâce à nous, vous avez eu la coupe. C'est ça que j'ai dit là. C'est grâce à vous. Rappelez-vous de ça toute la vie. Je connais. Grâce à nous. On reconnaît, on est reconnaissant de nous. S'il te plaît. Je connais. C'est grâce au Maroc qu'on a remporté la Coupe du Monde. المنتخب الوطني المغربي استطاع أنه يوصل لنهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، وهذه المرة غتكون المرة الثانية على التوالي. في 2023 استطاع المنتخب أنه يوصل للنهائي، ولكن للأسف خسر مع منتخب السنغال ب2-1. ففي هذا الفيديو جمعنا لكم أهم اللقطات ديال هذا التأهل، وغنشوفوا ردة فعل الإعلام الجزائري على هذا التأهل. وإذا كنتي أول مرة تشوف هذه القناة ما تنساش واحد لايك وسبسكرايب، وأنا متأكد أن هذا المحتوى غادي يعجبك. ونبداو على بركة الله. فهذا التأهل كيجي بفضل الحارس بلعروش، فجبد لنا بزاف ديال الأهداف، وموراها في ضربات الترجيح فاز استطاع يتصدى 3 ضربات. فهذه لقطة أكيدة ديال البيت، ولكن الحارس ما شاء الله عليه. فللعلم بلعروش هو الأخ الأصغر ديال علاء بلعروش حارس المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة. هذا الحارس توج مع المنتخب بلقب كأس إفريقيا أقل من 23 سنة. هذه اللقطة ديال الهدف اللي تم إلغاؤه بداعي التسلل، فكون كانت ماركة هذا الهدف كنا ما غنوصلوش بلانتيات. منتخب الكوت ديفوار منتخب ماشي سهل، فاللاعبين العمر ديالهم 17 سنة، ولكن البنية ديالهم قوية جدا وكيبانوا كبار من ديك السن اللي عندهم. On est des frères. Je sais. Dis-leur, on est des frères. On est des frères de la famille, du sang. On vous a déjà donné la coupe pour les plus grands. Le premier coupe, c'était grâce au Maroc. Deuxième coupe, aujourd'hui. هذا المشجع الإيفواري ما نساش خير المنتخب الوطني المغربي. فمنتخب الكوت ديفوار تأهل في دور المجموعات في النسخة السابقة ديال كأس إفريقيا بفضل المغرب، تأهل كأفضل ثالثة في المجموعة ديالهم. وبعد هذا التأهل المنتخب الإيفواري استطاع أنه يوصل للنهائي ويفوز بالكأس، رغم أن هذا المنتخب جا هو الثالث في المجموعة. فكانوا بعض الحسابات في المجموعة ديالهم، وفوز المنتخب المغربي أهل المنتخب الإيفواري. Merci beaucoup, merci beaucoup. Grâce à nous, vous avez eu la coupe. C'est ça que j'ai dit là. C'est grâce à vous. Rappelez-vous de ça toute la vie. Je connais. Grâce à nous. On reconnaît, on est reconnaissant de nous. S'il te plaît. Je connais. C'est grâce au Maroc qu'on a remporté la Coupe du Monde. Aujourd'hui, on vous a profité. De comprendre que c'est la famille. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Moi, je suis fier. On est fiers. Écoute-moi, le football, on joue pour gagner. C'est ça. Et c'est notre enfant qui joue. C'est ça. On est vieux. C'est ça. On est venu. C'est pas grave, on est venu pour supporter. C'est ça, il Ça dit là. fait plaisir de terminer le match comme ça. Comme ça. Ça fait vraiment Et ça plaisir. fait Merci beaucoup. Voilà, Merci beaucoup. On Merci est beaucoup. venu. احنا ما نحسبوش صحتهم مرة المشكل. المنتخب الجزائري أقل من 17 سنة ما شاركش في هذه البطولة. سوف نبقى لسنوات وسنوات إذا أردنا أن نصل لنصف ما وصل إليه المنتخب المغربي. قد السماء على الأرض. الذي يشاهد لقاء النصف نهائي المغرب يشهر هذه البطاقة الحمراء لمسؤولين. الناس كانوا يخدموا وحنا كنا نايمين. نعم. يعني هنا نقطة استفهام. على من؟ على الإيديسات المغرب والجزائر. هما يعملوا، لا فيديراسيون تعمل
ما تهدرش بزاف، تعمل ويحطوا لي كومبيتونس. بالنسبه للكره المغربيه وبالنسبه للتسيير ديال هذا المجال واللاعبين والتكوين، فراه الكره المغربيه غاده في الطريق الصحيح. منتخب اقل من 23 سنه ربح كاس افريقيا، المنتخب اقل من 17 سنه المره الثانيه كيوصل للنهائي، المنتخب الاولمبي ميداليه برونزيه في اولمبيات باريس. فهذا الشيء ما كناش كنشوفوه شحال هذه. هذا كيدل على الخدمه اللي كاينه في تكوين اللاعبين وتكوين اللاعبين اللي غادي يكونوا في مستقبل المنتخب المغربي. هربوا علينا بزاف، يعني واحد لازم يعترف. اذا متى وصل المنتخب المغربي الذي وصل لنهائي كأس افريقيا لاقل من 17، قاعد نفكر قلت اننا لو نواصل بهذه الطريقه 20 سنه لقدام ما نقدروا نديروا والو. الحمد لله وصلنا للنهائي، الحمد لله. 20 سنه ولا حسد، انا ما نحسدوش صحتهم. المنتخب المغربي خاصه ابرز واكد على انه لا يوجد الفرق المورفولوجي مثل ما اراد البعض ان يتحدث عن ذلك. لما يدير ان با اللاعب الجزائري لازم يدير 3 با، لكن بين الجزائر والمغرب رغم أن البنية المورفولوجية لا تتشابه بين المغرب. وراه المشكل، هل هاد الناس كانوا يخدموا وحنا كنا نايمين؟ نعم. يعني هنا نقطة استفهام. علما ما نساوش الدور الكبير ديال اكاديميات تكوين اللاعبين في المغرب، فكيعطيونا دائما لاعبين كيكونوا في المنتخب الاول ولاعبين كيلعبوا في انديه كبيره. الله يحفظك لوالديك اخويا بالعروش، الله يحفظك اخويا، شكرا. طلعتينا الفينال، تبارك الله عليك اولدي، تبارك الله عليك. هلا الدري ديالنا ماركيها، يلا 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 اخويا، انا مزوق جبها في الشبكه اخويا، انا مزوق. مدرب منتخب الكوت ديفوار بعد المباراة خرج صريح وهذا الشيء اللي كيقول: أبارك وأهنئ المنتخب المغربي على التأهل المستحق. المغرب يمتلك حارس عالمي عليهم أن يعتنوا به كثيرا. عندما يكون عندك حارس مثل بالعروش فأكيد ستحقق البطولات. شكرا للمغرب بلد المونديال على هذا التنظيم الرائع، وشكرا للمغاربة على حسن الضيافة. الجمهور والناس ديال الكوت ديفوار فكيحترموا بزاف المغاربة وكيقدروا شي حاجة سميتها المغرب. ها هو الحارس ديالنا بالعروش. جائزة أفضل لاعب في المباراة